السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم جبت لكم وصفة رمضانية ما نقدرش نستغنى عليها، شوربة بيضة بنينة بزاف وعلى أصولها. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نحطوا قطعة الدجاج وقطعة من اللحم على حساب المتوفر عندكم. ضفت لهم حبة بصل كبيرة كنت رحيتها مع فصين من الثوم. نضيف كذلك ربطة معدنوس. الشوربة تاعنا نستعملو فيها المعدنوس، ما نستعملوش الدبشة. ضفت الملح والفلفل الأسود، اللي من الأفضل لو عندكم الفلفل الأبيض تستعملوه هو خير. ضفت كذلك ملعقة من السمن. نحط المكونات تاعي يتقلاو جيدا. ما تنسوش لايك واشتراك باه توصلكم وصفات رمضان كاملة إن شاء الله. بعد ما تقلات القدرة تاعي نكون سخنت الماء مليح ونجي نمرقو القدر تاعنا على حساب عدد الأفراد والكمية اللي راكم حابينها نتوما. بعد ما مرقت القدر تاعي نغطيه ونخليه يطيب حتى يطيب اللحم تاعنا. كما راكم تشوفوا هذه النتيجة اللي تحصلت عليها. نروح نجيب الدويدة ولا الفيرميسيل تاعنا، كل واحد كيفاه يقول لها نحطوها الطيب. في الوقت اللي راه يطيب فيه الشوربة تاعنا نروح نحضر العقدة اللي كنت خليت لها القليل من المرق حتى برد، وضفت له صفار حبة بيض. ما تحطوش الحبة تاع العظام كاملة، حطوا الصفار فقط. وضفت كذلك عصير نصف حبة ليمون. القارص راح يعطيها نكهة هايلة. وهكذا تجينا الشوربة البيضاء على أصولها، خفيفة وبنينة وتفرح كامل العائلة. بعد ما حطيت العقدة تاعنا في الشوربة نبقاو نحركو مليح باه نتجنبو انو العظام تاعنا يطيبو. وكانت هذه النتيجة النهائية للطبق تاع اليوم. وصفة رمضانية بنينة بزاف، خفيفة على أصولها، ما نستغناش عليها أبدا في رمضان. نتمنى تجربوا الوصفة وتخليوا لي آراءكم في التعليقات، وقولوا لي نتوما كيفاه تحضروها. وإذا تحبوها بيضة ولا حمراء خليوا لي في التعليقات آراءكم. شكرا على المشاهدة. إلى وصفة رمضانية جديدة، دمتم أوفياء.